ليه لما تقع في أزمة مخك بيهنج؟ عادي جدا لما تلاقي نفسك بتنصح حد بكل حكمة تقول له يا عم سيبها على الله، ربنا هيعوضك. بس لو انت في نفس الورطة مش هتسمع نفس النصيحة ومش هتتقبلها خالص. ليه ده بيحصل؟ عشان العقل بره المشكلة دايما بيفكر بالمنطق، بس جوه المشكلة المشاعر والأحاسيس هي اللي بتشتغل أكتر بكتير من العقل. وده ليه أصل علمي، لأن العقل وقت الأزمات بيأثر بالضغط العصبي، فتلاقي مرة واحدة بيشغل حاجة اسمها نظام الطوارئ، فبيتعطل التفكير المنطقي. وعلشان كده دايما اللي بره الأزمة بيشوف الحل أسهل من اللي جوه. وعلى رأي المثل، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. والحل موجود. الرسول عليه الصلاة والسلام دايما كان بيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. الدعوة دي من أحلى الدعوات، لأن الهم والقهر بيخلوا الإنسان دايما تايه ومش عارف يفكر. وقبل ما تدي لحد نصيحة اسأل نفسك الأول، لو أنا مكانه هعرف أنفذها ولا لأ؟ ولو حسيت إن الكلام سهل نظريا بس صعب عمليا، بدل ما تترميله كلام محفوظ ربنا يعينك يلا. الناس كلها عدت بنفس المواقف، اللي هو الكلام اللي عامل دايما اللي بيتقال. لو حسيت ان الموضوع صعب قوي دايما اقول له اللهم اشرح له صدره، لان ربنا هو اللي وحده اللي يقدر يريح قلبه. وفي النهاية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. السلام عليكم.